على امتداد ساحل البحر الأبيض والمحيط الأطلسي أطلت بلد من بلدان المغرب العربي، ألا وهي دولة المغرب. المملكة المغربية تقع في أقصى الشمال الغربي لقارة إفريقيا، ويحدها من جهة الشمال البحر الأبيض المتوسط، ومن الجنوب دولة موريتانيا، ومن جهة الغرب المحيط الأطلنطي، ومن الشرق تحدها دولة الجزائر. تقدر مساحة المغرب ب 710,850 كيلومترا مربعا، وبلغ التعداد السكاني لدولة المغرب حوالي 35 مليون نسمة حسب تعداد 2017. العملة الرسمية هي الدرهم المغربي، وكل 10 دراهم تقدر بدولار واحد تقريبا. إليكم أهم 20 معلومة مثيرة قد لا يعرفها العرب عن دولة المغرب. آخر 5 معلومات سوف تصدمك، شاهد معنا واستمتع للنهاية. 1. يعتبر المغرب أقدم مملكة على مدار التاريخ بعد بريطانيا العظمى، حيث لم يحكم المغرب غير الملوك والسلاطين فترة تزيد على 12 قرنا دون انقطاع. 2. أول من حكم المغرب كان إدريس بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب، وكان ذلك عام 788 للميلاد. 3. تعتبر المملكة المغربية من الدول العربية النادرة التي لم تخضع للحكم العثماني. 4. الملك محمد السادس ابن الحسن العلوي هو الملك 23 لسلالة العلويين التي تحكم المملكة المغربية، ويحكم منذ عام 1999. 5. في عام 2011 أصدرت مجلة فوربس قائمة بأغنى ملوك العالم، حل فيها ملك المغرب محمد السادس في المركز السابع بثروة تفوق 2.5 مليار دولار. 6. طبقا لدستور المغرب فإن العاهل المغربي يطلق عليه لقب أمير المؤمنين. 7. المغرب لا تملك أي مصادر للطاقة الأحفورية مثل البترول والغاز الطبيعي. 8. يتمتع المغرب بأكبر احتياطي فوسفات في العالم بما يصل تقريبا إلى 75%، وهو ثاني منتج لهذه المادة عبر العالم بحوالي 30 مليون طن، غالبيته يتجه نحو التصدير. 9. يشكل الفوسفات أحد أركان الاقتصاد المغربي، ويقوم الفوسفات وحده بتوفير نصف مدخرات المغرب من العملة الصعبة. 10. يعد المغرب أول مصدر لسمك السردين في العالم، مما يجعله في المرتبة 17 من أصل 25 دولة تصدر الأسماك عبر العالم. 11. سنة 2013 اعتبر المغرب البلد الأكثر أمانا في شمال إفريقيا. 12. تمثل السياحة بالمغرب مصدر الريادة، حيث تدر على البلاد مليارات الجنيهات، ويفد إليها سنويا أكثر من 7 ملايين سائح من شتى دول العالم. 13. مدينة مراكش صنفت أفضل مدينة سياحية في العالم عام 2015، متفوقة على باريس ولندن وغيرها. وفي عام 2016 أصبحت المغرب القبلة الأولى للسياح في قارة إفريقيا، وهي المرتبة التي انتزعتها من مصر. 14. تمتلك المغرب أقدم جامعة في العالم، وهي جامعة القرويين بمدينة فاس، العاصمة الثقافية للمغرب، إذ بنيت عام 859 للميلاد من طرف فاطمة بنت محمد الفهري، ولا تزال الجامعة تعمل حتى اليوم، إذ تخرج فيها مجموعة من علماء المغرب وشخصياته البارزة، ودرس فيها عدة علماء كابن خلدون. 15. يعتبر المغرب أقرب دولة عربية لأوروبا، إذ يفصلها عن دولة إسبانيا مضيق جبل طارق بمسافة تقدر بحوالي 15 كيلومترا. 16. طبقا لمنظمة الأمم المتحدة يعتبر المغرب أول مصدر للحشيش في العالم، وذلك بفضل قربه الجغرافي من أماكن تركز المستهلكين في أوروبا وشمال إفريقيا، إضافة للانتشار الواسع لزراعة نبتة الحشيش رغم تجريمها بحكم القانون. ووفقا لوزارة الداخلية الفرنسية فإن 80% من الحشيش المستهلك في أوروبا يأتي من المغرب. 17. تعتبر المملكة المغربية أول بلد في العالم يعترف باستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك سنة 1777 للميلاد، واحتضنت مدينة طنجة المغربية أقدم مقر دبلوماسي أمريكي في العالم، الذي تحول اليوم إلى متحف. هذا المتحف يعد المعلمة التاريخية الأمريكية الوحيدة التي تقع خارج أرض الولايات المتحدة. 18. حوالي 15% من المغاربة يعيشون في الخارج، وتحظى فرنسا بنسبة الأسد من المهاجرين المغاربة بما يقرب من 2,000,000 مغربي. تليها إسرائيل حيث يقطنها قرابة 1,000,000 يهودي مغربي، هاجر أغلبهم قبيل استقلال المغرب عام 1956، ويعيش حوالي 800,000 مغربي في إسبانيا، وحوالي 800,000 آخرين في دول إيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ. 19. باستطاعة المغاربة تحدث عدة لغات،
لكن من الصعب أن تتعلم أو تفهم لغتهم، حيث يتحدث الكثير من المغاربة الفرنسية التي استمرت في التعليم نتيجة الاحتلال الفرنسي، كما يتحدث عدد منهم الإسبانية والإنجليزية، ويستطيع المغاربة كذلك الحديث باللغة العربية دون أي مشكلة، إلا أن اللهجة المغربية تعد من الأصعب بالمنطقة، وتقريبا عندما يتحدث المغربي بلهجته يجد سكان بقية الأقطار صعوبة بالغة في فهم ما يقول باستثناء الجزائريين. 20. المغرب يصور فيها أقوى وأشهر الأفلام والمسلسلات في العالم، وذلك بفضل المؤهلات الطبيعية للعديد من المناطق المغربية، لا سيما القاحلة منها، إضافة إلى توافر عدد كبير من الأماكن الأثرية والتجمعات الحضرية القريبة من الطابع الشرق أوسطي الأوروبي أو الإفريقي. ومن أشهر الأعمال التي صورت بمدينة الصويرة المغربية سلسلة لعبة العروش Game of Thrones، الذي يعتبر الأكثر متابعة في التاريخ. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.